1928 ملك فؤاد، ملك فاروق، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك. فاكتسبوا خبرة تنظيمية وهي الأساس، ثم في المراحل الأخيرة اكتسبوا خبرة سياسية، وإن كانت ما فيهاش ممارسات، وإن كان سياسية براجماتية نفعية، إنما أصبح هناك لديهم كوادر سياسية، وخاصة في إطار الانتخابات. لابد أن نعلم هنا أن جماعة الإخوان بالتحديد لديها خريطة اجتماعية ممتدة من خلال تقديم المساعدات، ليس الانتخابية، لا، خريطة اجتماعية باسم الدين طبعا. هذه الخريطة بتتحول يوم الانتخابات إلى خريطة انتخابية، لأن أنا بروح الكادر بتاع الإخوان بيروح للست دي الغلبانة، بيديها الشاي والسكر، وابنها ممكن يوديه المدرسة ويجيب له شنطة المدرسة ويعالجها لو عيانة إلى آخر ذا الكلام. طبعا في علاقة مباشرة وعلاقة إنسانية وعلاقة كمان بيظللها الدين، إن ده الراجل ده بتاع الدين وباسم الدين أنا بعطف عليه. ساعة الانتخابات بقى هنتخب مين؟ أكيد اللي بيساعد. هنا هذه الأرضية أو هذه الخريطة الاجتماعية التي تتحول إلى خريطة انتخابية تغيب عن كل الأحزاب، خاصة ما قبل يناير وما بعد يناير. ما قبل يناير زي ما قال الأستاذ محمد إنها تحولت إلى أحزاب ديكورية لتحسين صورة الحزب الوطني الذي لم يتحسن ولم تتحسن الأحزاب. فكانت التجربة الحزبية، وأنا ليا كتاب اسمه إني أعترف في هذا الموضوع، في التجربة الحزبية التي بدأت من 76 77، وهي تجربة فاشلة للأسف الشديد. إنه للتسريع والتسرع بعد 25 يناير الأحزاب الجديدة لم تأخذ فرصتها السياسية في الشارع، وهنا كان الصراع اللي احنا قلناه. يعني ايه دستور ولا انتخابات؟ ما هناك فلسفة. طبعا. احنا كنا بنقول دستور لأن أولا هو البناء الصحيح لإعادة البناء وتكملته، وفي ذات الوقت عندما نبدأ بالدستور ثم الانتخابات هيكون هناك مرحلة تاريخية تستطيع الأحزاب والقوى الثورية الجديدة أن تتواجد في الشارع وتكتسب مصداقيته. ولكن للتسريع هذا أصبحت الأحزاب القديمة ديكورية، جاءت الأحزاب الجديدة أحزاب ورقية. يبقى إذا المسيطر على الشارع السياسي بصورة أو بأخرى لابد، ليس بالضرورة يكون سيطرة سياسية أو من خلال أجندة سياسية أو رؤية سياسية، لا، السيطرة بأشياء كثيرة على رأسها تأجيج العاطفة الدينية. هنا الشباب الجزئية الأكثر خطأ أن نداءة الإعلام غررت بالشباب. بدأ كل واحد بقى كل يوم يعمل ائتلاف علشان أجي أطلع في التلفزيون وفلان لفلاني مش عارف منسق ايه، حتى طلعت تعبيرات كده منسق ومش عارف وائتلاف وحاجات كده. يعني كان يجب لشباب الثورة، لشباب التحرير، أن يكون في حزب واحد أو ائتلاف واحد، وليس في ميدان التحرير فقط. العمل السياسي ليس مظاهرات أو اعتصامات فقط، ولكن كل آلية سياسية لها ظروفها الموضوعية التي يجب أن تناقش في إطار الظرف الموضوع الذي يطبق فيه. بمعنى، يعني أضرب مثل بسيط عشان كلامي يبقى واضح. يعني مثلا العصيان الأخير، العصيان أولا التظاهر والعصيان والإضراب وكل ده حق قانوني للمواطن ومن حقه أن يمارسه. ولكن الداعي لهذه الآليات لابد أن يكون لديه القدرة السياسية والرؤية السياسية التي توصف الواقع وتختار الآلية المناسبة لهذا الواقع. فممكن يكون المظاهرة تصلح هذه المرحلة، المظاهرة أسقط مبارك، ولكن ليس استمرار المظاهرات إلى بس أستاذ يأتي بالنتائج. ولذلك عندما دعوا إلى العصيان الأخير، العصيان هذه آلية لم يعرفها الشعب المصري. هذه الآلية بترتبط بزعامات تاريخية عالميا زي غاندي، زي مانديلا، زي مارتن لوثر كينج إلى آخره. أنت بتفتخر إلى القيادة الزعامية، أنت بتفتخر للتنظيم الذي يحتوي الجماهير، وبالتالي في ضوء الظروف القاسية الصعبة، انفلات أمني ومشكلة اقتصادية كارثية ومشاكل إلى آخر هذا الكلام، فأنت خصمت من قوى الثورة
ولم تضيف لقوى الثوره. بس استاذ جمال هقول حاجه حضرتك في النهايه، يعني احنا يعني استلخصنا من الموضوع ان برضو التيارات الدينيه يمكن تكون هي اللي وصلت في النهايه على الساحه. ما انا لا مش هي اللي وصلت فعلا. انا عايز اعرف بقى من دكتور وليد، يعني بما اننا كنا طرحين الموضوع ده من اول الحلقه واحنا خلاص وصلنا للنتيجه النهائيه، صعود انا جاي بعد النتيجه صعود التيارات الدينيه الى اي مدى حضرتك كناقد فني شايف ان هو ممكن يؤثر ويتاثر بالفن؟ يعني شوفي حضرتك، سواء في برامج تلفزيونيه او في ندوات، هي حصل مع قيادات في الجماعه سواء في برامج تلفزيونيه او في ندوات، وهم عملوا زي ما يشبه ورقه او ميثاق بالابداع الفني، وكمان ورقه الازهر فيها جانب يتعلق مساله حريه الابداع. لكن انا شايف الحقيقه ان احنا بنتعامل مع خطوط عريضه، هم عندهم خطوط عريضه، ودائما بكرر أن الشيطان يكمن في التفاصيل. إذا كان في أشياء تتعلق بحرية الإبداع، إذا كان في أشياء تتعلق بحرية الرأي، إذا كان في أشياء تتعلق بحرية الفن، لكن مدى السماح لهذه الحريات إلى أي سقف، ومدى التعامل مع القضايا ومدى التعامل مع القضايا الشائكة. الحقيقة أنه يعني يكونوا مشكورين أو لا يكونوا مشكورين بإرادتهم أو بدون إرادتهم، لن نسمح ان حد يتدخل في العمليه الفنيه بتاتا الا الفنانين. بالظبط. اذا كانوا متصورين ان في مصر يمكن ان يسيطروا على مع الحفاظ برضو على تقاليدنا وعاداتنا، وده اللي هو المتعارف عليه طول عمرنا. يعني مصر طول عمرها يعني حتى دايما في الحسبان التقاليد والعادات مش حاجه جديده علينا. انا مشكلتي انا على المستوى الشخصي ان انا راجل في كتاباتي النقديه بيقولوا عني ان انا اخلاقي قوي وان انا ملتزم قوي وان انا تقليدي قوي، بس النهارده الحقيقه انا مع الحريات الى يعني الى اقصى حد يمكن ان يسمح به ضميري كناقد او ضميري كمسؤول او ضميري كاكاديمي، لانه احنا في محك. واحنا الحقيقه السينما المصريه والفن، يعني هتكلم على السينما تحديدا لان انا افهم فيها شويه، وهي اللي فيها دايما الكلام. يعني السينما المصريه هي سينما ليها خصوصيه عن اي سينما في العالم تقريبا، لانها سينما اقليميه ما هياش محليه. سوقها كبير وواسع، لكن في الوقت نفسه لا تتخطى الحدود الدوليه. والجمهور اللي بيشوفها ده صحيح ان في اشياء مشتركه كتيره بينه، لكن في اوجه خلاف كتيره بينه. وكمان احنا عندنا مشكله رهيبه جدا في مصر، هي مشكله النجم الذي يتحكم في ميزانات الافلام، والنجم الذي مشكلة تانية يتحكم في رؤيه الفيلم، لانه الحقيقه الفيلم مصنوع لخدمه الايمج اللي هو عايز يحققه. هو عايز يرسم صوره عند الناس ان هو الواد الحلوه، الواد الجذاب، دكتور. ما هو في النهايه حتى لو النجم ليه طلبات، ما هو في النهايه في رقابه وفي مخرج وفي منتج. يعني ما هو في النهايه برضو الفنان مهما كان ليه طلبات، ما هو في النهايه في عناصر ثانيه بتتحكم. حضرتك بتتكلمي عن نجم اجره بيعادل ما يتجاوز ثلثين ميزانيه الفيلم احيانا كامله. بتتكلمي عن نجم المشروع ده كله هو بيحصد منه نص ميزانيته وما خلاص يبقى الميزانيه ترتفع، لان النجوم في العالم كله بصراحه بتاخد الميزانيه ترتفع. ده الميزانيه ترتفع بالسهوله دي. ليه؟ لا، هي المساله في العالم كله بتاخد ملايين. المساله ليها اليات اخرى، مش احنا يعني اصل ده عرض وطلب، في سوق بيطلب فيلم والمنتج اكيد هو شايف ان النجم ده يستاهل. يعني المساله محتاجه انه ما تتسابش كده. المساله محتاجه ان يبقى في دوله بجد، لان احنا ما كانش عندنا دوله بجد. احنا كان عندنا دوله بهزار، كان عندنا دولة مفتوحة سداح مداح، قعدنا نكتب ونقول عيب يا جماعة ما فيش حاجة اسمها ما فيش شيء حصري كله على التلفزيون المصري. كتبنا كده لما تعبنا 4 سنين بنكتب، ومع ذلك حضراتهم كانوا بيشتروا كل مسلسلات الدنيا، وحضراتهم كانوا بيخضعوا لشروط كل نجوم الدنيا، وهم بيسموهم نجوم وهم مش نجوم، هم أصلا ما حدش يعرفهم. يعني وصل بينا الحال إن كان في مسلسلات فيها ناس نجمات من عهود غابرة، انا اولادي لما بيشوفوهم وهم دلوقتي قربوا من سن الشباب ما بيعرفوهمش، بيقولوا مين دول يا بابا، انا مش عارف الناس دي كانت بتشتغل عشان لسه مصممين عليهم. فاحنا بنتمنى ان يبقى عندنا دوله بجد، عندنا نظام بجد، يبقى عندنا احترام للفن بجد، يبقى عندنا دعم حقيقي للفن. اذا كنا في فتره ما قبل يعني ان يصبح الاخوان اغلبيه في المجلس او التيار الديني اغلبيه في المجلس، كنا سايبين كده، فبنتمنى ان احنا في الفتره اللي جايه دي يبقى في بقى ضمير بجد، ويبقى في مين اللي هيحدد بقى كل الطلبات اللي حضرتك بتقولها؟ المساله تتعلق الحقيقه تتعلق بتشكيل لجان
في كل المستويات. يعني مثلا اقول لحضرتك انت كان عندك هنا في التلفزيون ما انا بتكلم في لجان على مستوى من النزاهه ومستوى من الاحترام. لا بس استاذ محمد بما انه بيقول بلاش لجان، من الواضح انه بيعاني معاناه شديده من موضوع ليه بقى اللجان. احنا بنقول بلاش لجان؟ لان احنا كان عندنا لجان فيها ناس من ايام الهكسوس. ما هو الاختيار مع بقى احترامي لاساتذتي طبعا، في اساتذه اجلاء انا بحترمهم واتمنى ان هم يبقوا موجودين على طول، لكن في ناس ما كانش لهم اي لازمه. طب حضرتك شايف احنا دلوقتي بنبدا من الصفر، يعني ان احنا لسه عايزين بقى يعني بنقول لسه في اولى ابتدائي احنا لم نبدا بعد، بس بالمناسبه يعني عشان ما يبقاش في خيالات يعني نحن لم نبدا بعد، واي كلام هيتقال هنا وخارج خاطئة لو سمحت. نحن عشان بس يبقى التوصيف السياسي سليم حتى نصل الى نتائج. نحن لم نبدا بعد، يعني لا احد يتحدث ان هناك دوله، يعني ما كانش في دوله فبيجي الدوله. ما يمشيش الكلام، ما يمشيش الكلام. وبعدين الجزئيه الاخرى سياسه، ما احنا ما كناش دوله ماشي. لا بمعنى ايه؟ هو انا بتكلم على كلام الاستاذ يعني دي وجهه نظره، انا مش بكرر وجهه نظري انا. استاذ جمال طب